السلام عليكم، انا عبد الله الربيع، موبايل ديفلوبر. في دقيقه كده كنت عايز اشارك معاكم بروميت صغير، او انا بسميه ذا ماجيك لاين، وهو ask me question that make the task clear. اللاين ده انا بستخدمه مع اي شات، مع اي ال ام، سواء كان كلود، شات جي بي تي، مانوس، اي حاجه من الحاجات دي كلها، وبيطلع لي فعلا اوتبوت كويس جدا يعني، تحديدا لو انا مفعل البلاننج مود. طيب، ايه الفكره؟ الاي اي بيقترح لوحده لو هو في داتا ناقصه. مثلا نفترض ان انت عندك تاسك فيها 10 معلومات المفروض يبقوا متوفرين، انت وفرت الاي اي واحده او اتنين منهم. طيب الثمانيه او التسعه الباقيين الاي اي هيعمل فيهم ايه؟ هيخمنهم. طيب اللاين ده بيقلل فكره ان الاي اي يخمن، فهو بيقعد يسالك اسئله انا مش عارف الحاجات ديت، انت جاوبني عليها بس. دي نفس الفكره. فانا عملت هنا يعني مثال بسيط كده، حاجه باللاين ده، بعمل بيلد تو دو اب، وهنا بيلد تو دو اب بس انا ضايف اللاين، وهنشوف برضو مع شات جي بي تي نفس الفكره. طيب هعمل ستارت اللاين ده، وهنشوف هنا اللي هيحصل اهو. طبعا هنا بني الموضوع ده من غير الجود بروميت والحاجات دي كلها، اللي هو بتاع الكرافت، اللي هو الكونتكست والرول والاكشن. انا مديله اكشن بسيط جدا ان هو بيلد تو دو اب، وهنا الفورمولا والتون، مش باني اي حاجه من الحاجات دي كلها. فتخيل بقى لو انت استخدمت اللاين مع ام دي فايل كويس، مع الكونتكست والرول والتون والحاجات دي كلها، يعني شايف العظمه اللي هتطلع اهو. هنا ابتدى يبني على طول التو دو اب، الويب تو دو اب. هنا قعد يسالني اسئله، انت ايه الفيتشرز اللي محتاجها، اد، ديليت، الحاجات دي كلها. انا بقعد اقول له ماشي تمام، بعدين بقول له نيكست هنا، طب انت عايز تعمل ايه؟ تمام. دي اول حاجه مع كلود. طيب تاني حاجه برضو نفس الفكره مع شات جي بي تي، ابتدى يبني هنا على طول. هنا شات جي بي تي سالني حوالي 16 سؤال، المفروض ده يبقى عامل زي بابليك يوزر عايز تعمل ستورج، الحاجات دي كلها. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.